تفتكروا المانجا اللي بنستناها في الصيف دي ونشم ريحتها جاية من بعيد جاية منين؟ المانجا أصلها كان في الهند من آلاف السنين وكانوا بيسموها أمبا باللغة السنسكريتية، والهنود كمان كانوا بيقدسوها لدرجة إن هم كانوا بيعتبروها فاكهة مقدسة مرتبطة بالآلهة ويزرعوها في بساتين خاصة. لكن الهند بقى سابت المانجا، والمانجا ابتدت رحلتها للعالم التاني. في القرن الخمستاشر والستاشر التجار والبحارة البرتغاليين خدوا معاهم الشتلات دي وزرعوها في أفريقيا وبعدين في البرازيل. واللي يضحك أصلا إن كلمة مانجو اللي بنقولها باللغة الإنجليزية دي أصلها جاي من الكلمة التاميلية مانكي. طب في مصر المانجا وصلت مع محمد علي باشا في القرن التسعتاشر، أصله جاب الشتلات بتاعتها وزرعها في أرض إسماعيلية والشرقية. ومع الجو بقى الحر والطمي المانجا لقت بيتها التاني، ومن ساعتها بقت جزء من الصيف المصري، من أول المانجا العويسي والزبدية لحد السكري والألفونس. ولو فضلت تعد في أنواعها مش هتخلص. يعني حكاية المانجا اللي ابتدت شجرة مقدسة في الهند لسه لحد النهاردة بتخش أي بيت وتقلب فيه المود. قولولي بقى انتم فريق مانجة العصير ولا تقطيع مكعبات؟ وطبعا مع الاعتذار لأمينة شلبية. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وسبسكرايب.